حبايب قلب ام امل وحشتوني، وعذرا صوتي عامل من البرد معلش. ادعوا لي كده بالشفاء ان شاء الله، يعني دعوه حلوه منكم، في 40 دعوه في ظهر الغيب كده ربنا بيستقبلهم ان شاء الله. بصوا بقى، انا النهارده بقى عايزين يتغدوا وانا مش قادره اصور ولا اعمل اكل. كان عندي كيس فيه كفته، رحت عامله لهم كفته كده ورحت حطها لهم في الفرن. وبعد كده انا هنزل لكم الوصفه بتاعتها، بس انا عشان تعبانه دلوقتي مش قادره انزل تاني. وما تنسوش يا حبايب قلب ام امل انكم تصلوا على النبي، يا رب يلا تصلي على النبي ما تتحرمش من زيارة النبي، وتدعوا لي كده بالشفاء يا رب، يا رب كده يشفيني ويعفيني انا وامل وكلنا والله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا رب تعجبكم وصفتي صغننه كده وخفيفه فرجتكم عليها، ارجع واحط لكم ان شاء الله الوصفه تاني، وسهله وبسيطه، وفي الحر ده كده هتبقى خفيفه واولادك هيحبوها والله ويطلبوها منك. ولما بصي تكسريها كده تلاقيها جوسي جوسي، دي هي اساس الكفته اساسا. اللهم صل على النبي. وانا عامله لكم الوصفه بتاعتها، بس اول ما بقى كويسه ان شاء الله هنزلها لكم باذن الله بكل تكاتها وبكل حركاتها. حبايب قلب ام امل، ما تحرمش منكم وما تتحرموش مني يا رب. وما تنسوش تدعوا لي، وتخلوا بالكم ما تلاقوا حد بيكح ولا يعطس ما تدوش جنبه. والله احنا جالنا من ابن بنت الصغير البيت كله نام. وربنا يحفظكم ويحفظنا يا رب، ويبعد عننا كل الامراض يا رب، يا رب يشفينا.